في 1985 ستيف جوبز مؤسس ابل اتطرد من ابل نفسها اللي هو صاحبها بعد شويه خناقات بينه وبين مجلس الاداره وقتها، واللي كان المدير التنفيذي وقتها للشركه هو جون سكولي. فقرر ستيف جوبز ساعتها بعد ما اتطرد ان هو ياخد بعضه وياخد شويه موظفين ويروح يفتح شركه جديده خالص بتطور اجهزه كمبيوتر برضه اسمها نيكست. الجهاز ده ساعتها كانت امكانياته اعلى بكتير جدا من اي جهاز تاني، وكان ده شكلها زي مكعب اسود كبير كده مطلي كله باللون الاسود. في السيره الذاتيه بتاعت ستيف جوبز اتذكر انه كان مصر تماما ان الاجزاء الداخليه بتاعت الجهاز ده تبقى هي كمان مطليه باللون الاسود، وده هيخليهم يدفعوا فلوس اضافيه اكتر، برغم ان اي حد هيشتري الجهاز مش هيفكر يفتح الجهاز يشوف هو جواه لونه ايه. القصة دي بتوضح لك قد ايه ستيف جوبز كان من الاشخاص اللي دايما بيسعوا للكمال في حياتهم وللفريق اللي شغال معاه وحتى للاجهزة اللي بيطورها او بيعملها، وده كان واحد من الاسباب اللي دايما مخلياه في خلاف مع الناس اللي شغالة معاه، واللي خلت الشغل معاه صعب جدا وناس كتيرة ما تحبوش. وبرغم ده طبعا التاريخ والاختراعات اللي سابها لنا ناس زي ستيف جوبز وغيره كتير من الناس البيرفكت خلت الموضوع يبدو لينا انه يستحق ان احنا نفضل دايما بنسعى للكمال، لدرجة إن في ناس بتفتخر بده. بس سؤال فعلا، هل هي ميزة ولا عيب؟ خلونا نعرف الأول إيه هي البرفكشنزم تراب أو معضلة السعي إلى الكمال، أو ليه في ناس بتسعى للكمال وفي ناس عادي ما عندهاش هذا القدر من السعي إلى الكمال عايشين حياتهم عادي. غالبا وعند معظمنا الموضوع بيبتدي من واحنا صغيرين عايزين نبقى حاجة معينة زي دكتور أو مهندس أو ضابط، نتيجة للأعمال المبهرة اللي احنا بنشوفها من الناس الأكثر شطارة ومهارة في المجالات دي. زي مثلا وانت صغير قررت انك تطلع دكتور عشان شفت السير مجدي يعقوب، او انك عايز تبقى مهندس عشان شفت الأعمال اللي عملتها المهندسة زوع حديد مثلا، او انك اول ما ابتديت تقرا رحت قريت كام روايه للاستاذ نجيب محفوظ، او احلام مستغني فقررت انك تبقى اديب وتبتدي تكتب روايات. فتبتدي تبني طموحاتك على هذا الاساس من المثاليه اللي انت شايفها وعايز توصل لها. حضرتك عايز اول ما تمسك قلم وتبتدي تكتب روايه في مستوى الحرافيش، او اول ما تدخل كليه زي طب او هندسه الدكاتره ينبهروا بيك ويبقى مجموعك من اول سنه 100%، فاكر نفسك في ثانويه عامه لسه. وهنا بقى تيجي المشكله، انك تلاقي انك حاليا اللي بتعمله لا يمت بصله اصلا للانجازات الكبيره اللي انت ربطت طموحك بيها، وتبتدي تتكون عندك صوره لنفسك بانك فاشل او عمرك ما هتوصل للمستوى ده. النظريه الثانيه بقى وهي بتنشا من التربيه اصلا. عارف زمان لما كنت تجيب في امتحان الشهر 19 من 20 وتروح البيت مبسوط وبتاع، وتلاقي باباك او مامتك اول حاجه يقولها لك اول ما يشوف ورقه الامتحان هي الدرجه دي راحت فين؟ او انك تلعب رياضه معينه مثلا وتاخد بطوله وتطلع فيها المركز الثاني، فيبقى الرد ليه مش الاول؟ ومن هنا نظرتك وانت طفل اتشكلت دايما انك بتبص للحاجه اللي ما جاتش، الشيء الناقص، مش بتبص للانجاز اللي اتعمل وتعبت فيه. ومن هنا تيجي معضله البرفكشنزم او السعي للكمال، وهو الانجذاب القوي للمثاليه اللي بيحرمنا من النضج والفهم الكافي للحاجات المطلوبه لتحقيق هذه المثاليه. طب ايه اصلا هو الكمال، او ايه هي اصلا المثاليه؟ ديفيد بيرنز العالم النفسي بيصف البرفكشنزم وهو الشخص اللي معاييره بتبقى عاليه او اصعب من ان هي تتحقق، والاهم ان هو بيقيس قيمته بالكامل من حيث الانتاجيه والانجاز للاهداف دي، وبالتالي هو على طول حاسس بالاحباط وعدم الرضا. انك تحط اهداف عاليه لنفسك ده شيء جميل، ولكن ان الاهداف دي تبقى عاليه قوي وده اللي بيعمله الشخص الساعي الى الكمال هو ده اللي مش جميل، لانك بتربط ذاتك بيها ولما مش بتتحقق انت بتفضل مش راضي عن نفسك. في 1991 في 2 علماء نفسيين كنديين قسموا معضلة السعي للكمال ل3 أنواع. أول حاجة هي البرفكشنزم in the self، يعني الكمال الموجه نحو الذات، وده اللي بيكون ان انت حاطط لنفسك معايير عالية واهداف بعيدة. وتاني نوع هو الاذر اورينتد بيرفكشنزم او الكمال الموجه نحو الاخر، وده انك بتبقى مستني معايير عالية من الكمال من اللي قدامك، من الناس اللي انت بتتعامل معاهم. وتالت نوع وهو سوشيالي بريسكرايب او الكمال الموصوف اجتماعيا، وده انك تحس ان كل الناس اللي حواليك مستنيين منك اهداف عالية جدا او حاجات كبيرة اكبر من انك تقدر تنجزها بسهولة، فانت طول الوقت محطوط تحت ضغط. طب نيجي بقى للمهم، لو انت شخص بيرفكشنست او بتسعى للكمال، ازاي ممكن تعالج موضوع زي ده وتبقى انت المسيطر عليه مش العكس؟ اول حاجة هي انك تحط سمارت جول، وسمارت هنا مش معناها اهداف ذكية، سمارت هنا هي اختصارات ل5 كلمات. الاس بترمز لسبيسيفيك او حاجة مخصوصة، انت عايز ايه بالظبط، هدف واضح ومحدد. الام ترمز لميجرابل
او قابل للقياس. يعني ايه هي النقطة اللي لما توصل لها وتيجي تقيس نتائجها هتعرف انك قربت توصل للهدف ده؟ الاي بترمز لاتشيفبل، يعني قابل انك تحققه، حاجة معقولة. الار بترمز لرياليستيك، يعني حاجة واقعية. والتي بترمز لتايملي، يعني حاجة مربوطة بوقت، تبقى كمان واعي بالوقت الكافي اللازم لتحقيق الهدف ده. تاني حاجة وهي ask for feedback. لو انت عندك النوع الثالث من الكمال اللي هو socially prescribed، او ان انت حاسس ان الناس كلها مستنية منك حاجات اعلى من امكانياتك، اقعد مع الناس اللي انت بتتعامل معاهم سواء في الشغل او اصدقائك او اهلك او اي مجموعة من الناس بتربطك بيهم صلة اجتماعية، واسألهم سؤال بسيط: ايه اللي انت متوقعه مني او مستنيني اعمله؟ لانك ساعتها هتتفاجئ ان توقعات الناس فيك اقل من توقعاتك اللي انت افترضت ان هم مستنيينها منك. ثالث حاجة وهي allocate your effort، او حط المجهودات بتاعتك في اماكنها الصح. يعني لو انت عايز تتقن حاجة او تتعلم حاجة معينة، اعرف ايه هو مقدار الوقت والجهد اللازمين عشان توصل للحاجة دي. في قاعدة اسمها 20-80، وهي انه 80% من النتائج بتجيلك من 20% من الجهد المبذول لو في مكانه الصح. ودي قاعدة الناس اللي بتسعى للكمال ما بيبقوش واخدين بالهم منها. هم بيهتموا بكل حاجة، واللي في الآخر ممكن يلاقوا نفسهم ضيعوا وقت ومجهود في حاجة ما جابت لهمش النتيجة اللي هم كانوا مستنيينها. زي قصة ستيف جوبز اللي بدأت لك بيها مثلا، هو بذل مجهود ووقت وفلوس وطاقة كمان من الناس اللي شغالة معاه في حاجة سنوية مش من ضمن ال 80% من النتائج اللي هو مستنيها. آخر حاجة واللي هي هتبان لك غريبة شوية: be imperfect on purpose. يعني خليك ناقص، مش ناقص اللي هي الشتيمه، خليك ناقص عن قصد. واحد من ضمن العلاجات النفسيه اللي بيستخدموها لعلاج الخوف وهو التعرض للشيء او الشخص اللي المريض بيخاف منه لحد ما يتجاوز الحاجه دي ويبقى بالنسبه له ده شيء عادي. اغلط عادي، لما تغلط هتدي نفسك فرصه انك تعرف ايه الحاجه الصح وكمان ازاي تعملها. ساعتها اللي حواليك هيقولوا لك انت غلطت في ايه وازاي، وهتلاقي اللي يساعدك انك في المره الجايه تعرف ازاي تعمل نفس الحاجه دي بس بطريقه صح. وده الفرق ما بين الناس العاديه والناس البرفكشنست. كلنا بنغلط، بس الفرق ان الناس اللي بتسعى للكمال ما بيسمحوش لنفسهم ان هم يستوعبوا او يدوا لنفسهم الفرصه ان هم يتعلموا من غلطهم او ياخدوا فيدباك من الناس اللي قدامهم انه ازاي غلطوا وازاي يشتغلوا على الحاجه دي في المره الجايه. وده اصلا اساس تطوير الانسان لنفسه. زائد كمان حاجه مهمه قوي، انك لما تيجي تغلط ساعتها هتسمح لنفسك ولدماغك انك تشوف ان الغلط ده مش شيء كارثي، وانك تكون مش كامل وانسان بتغلط عادي ده عادي مش كارثه. وبما ان احنا بنقابل ناس كل يوم بيرفكشنست كتير او بيسعوا للكمال وتعاملنا معاهم، تقدر تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.